السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أنا قمت بدري، كنت عايزة أعمل يعني مية كده مغلية بقدونس، حلوة جدا للأملاح. لو عندك نقرس أو أملاح اشربي مغلي البقدونس، أو باخد كده غسلت كده كام ورقة، حطيتهم في كوباية وغليت مية ونقعتهم في المية شوية، بتشربي منها بقى طول النهار. بيخرج المية الزايدة في الجسم، المية الزيادة في الجسم، وبيضيع الأملاح خالص. البقدونس عامة مفيد وحلو. وكمان كنت جايبة بصل أخضر، غسلته ونضفته وغسلته وصفيته كده، وهلفه في منديل أو في كيس أو في علبة فيها منديل ودخله التلاجة. بعد كده قلنا بقى نعمل فطار لذيذ كده بالفول. علبة الحمص دي يعني بيبقى مسلوق على طول كده ومحطوط عندي في التلاجة، بحب يكون موجود عندي، بتضيفيه على اي حاجة. هو بروتين مغذي ومفيد وصحي ومشبع، يعني في كل العناصر الغذائية. خدت شوية على الفول واحط معلقة من الطحينة وشوية مية صغيرين عشان ينضربوا على طول في الخلاط او الكبة. وجهزت بقى الطبق كده فيه كم عود جرجير وعيدان البصل الاخضر دي، يعني بنحبها يعني. انا هصفي الفول، اللي عندها القولون تعبان او اللي عنده القولون تعبان يصفي الفول، لان قشرة الفول هي اللي بتبقى بتسبب تعب في القولون. هرش عليه ملح وكمون، يعني لازم كمون عشان برضو ما يتعبش القولون قوي. وعصرت عليه ليمون. بصوا الفول لما تنقعيه ليلة كاملة بيخرج الغازات اللي فيه، وكل شوية بتغير المية بتاعته بيخرج الغازات اللي فيه، وبيبقى حلو يعني مش هيتعبك برضو قوي. وكمان لما بتبقى عاملة الحاجة في البيت بتبقى عاملاها بطريقة صحية وطريقة نظيفة واحلى كمان من بره. تعالوا بقى نروح السوبر ماركت. نزلنا بقى ورحنا السوبر ماركت. بصوا ده اكل الكلاب والقطط، يعني بص دي علب تونة للكلاب، هم بيعملوا للقطط، بيعملوا مكان في السوبر ماركت لأكل القطط وكده. بشوف بقى الحاجات اللي بيكون عليها عروض. لما بيكون حاجة عليها عروض طبعا اي حد بيستغل الظروف، لو متوفر معاكي 10 20 هيتوفر معاكي، هتجيبي حاجة، اي حاجة عليها عرض هتوفر معاكي كتير ان انتي تشتري حاجة تانية. هنا اللبن لقيت عليه عرض، جبت ازازتين. يعني بيبقى بصوا الحاجة بيكون عليها النص، العرض بالنص على طول. ولقيت برضو هنا كان في البسكوت، بس انا ما جبتش بسكوت. ولقيت برضو في الزبدة، ولقيت شوية حاجات كده. والمكرونة بقى، يعني بصوا المكرونة هنا اشكال والوان. المكرونة اللي بيبقى عليها بيض بتبقى في داخل العجينة بتاعتها بيض. في مكرونة هنا يعني الوان، في بني وفي اسود وفي مكرونة بالخضار. المكرونة دي بقى ما صدقت ان انا لقيت عليها عرض، يعني بالنص على طول. بصراحة جبت منها 3 علب، يعني لقيت عليها عروض حلوة وهي عجينتها حلوة يعني. ده اكل للاطفال اللي هي بتبقى مش بيعرفوا ياكلوا لسه اقل من سنة. وهنا شاي بقى بالخوخ وشاي بالليمون وشاي بس، يعني شايفين انواع كتير من العصاير والبيبسيهات والحاجات دي. دي عصاير طبيعية، ما بجيبش بيبسي، يعني ماليش انا في البيبسي والكولا والحاجات دي. وكمان انا مش مأخدة ولادي عليها، بيكون نسبة السكر فيها عالية ومضرة، يعني حاجة مش هتفيدنا فنجيبها ليه. بس بقى جبت لهم من الشاي اللي هو بالخوخ، مش بجيبه برضو على طول بس هم شبطوا فيه. جبت لهم جبت ازازة، جبت من الشاي بالخوخ ده حلو. دي بقى مناديل. وخدت لفتي كده بقى وشفت هجيب ايه تاني. كنت عايزة دقيق. الحاجات دي برضو بيبقوا عارضينها في المكان ده، بيكون عليها خصومات برضو، والتونة حاجات كتير كان عليها عروض. انا نازلة هجيب الحاجة اللي انا محتاجاها وبس، يعني في حاجات عندي وفي حاجات مش عندي. بيبقى في مشتريات شهرية ومشتريات اسبوعية. فقبل ما تنزلي بتكوني عارفة انتي هتجيبي ايه، وبتبقي واخدة فلوس معاكي على قد الحاجة اللي انتي هتجيبيها بس، علشان ما تصرفيش اكتر من اللي انتي كنتي هتصرفيه. فهاتي احتياجاتك اللي انتي بتكوني محتاجاها قوي، مش انا هشتري حاجات وخلاص. فبتبقي كاتبة النواقص قبل ما تنزلي. ولما تنزلي تروحي السوق او السوبر ماركت او اي محل هتشتري منه، بيبقى معاكي الورقة اللي انتي كاتبة فيها الطلبات بتاعتك.
كانوا جابوا بقى كيس كاراتيه اللي هو زي مقرمشات الذرة كده. جابوا بقى اللي هي الازاز الشاي بالخوخ. المكرونة دي عجبتني جدا لما لقيت على عرض، وكمان نوعيتها كويسة وشكلها عجبني، يعني تغيير كده. الأطفال بيحبوا التنوع في الأكل والأشكال اللي هي بتبقى بالنسبة لهم شكل غريب. وجبت لسان عصفور، وجبت اللي هي المكرونة المقصوصة، جبت علبة قشطة صغيرة، وجبت ازازتين من اللبن. طبعا لو انتي عندك لبن جاموسي في المكان اللي انتي فيه فهيكون أحلى برضو. فانا بضطر ان انا اجيب المعلب لاني هو برضو جودته كويسه، بس انا المكان اللي انا فيه مفيش جاموس. جبت زبده كاكاو، وجبت قالب زبده صغير، جبت موز، وجبت فراوله، وجبت كيسين دقيق. انا كنت محتاجه الدقيق لاني قرب يخلص من عندي، على ما ابقى اشتري اجيب مشتريات الشهر كامله على بعضها ان شاء الله. المكرونه بقى دي عجبتني قوي، لقيت اشكالها كتير. وجبت علبه القشطه دي، وجبنا فراوله، وجبنا موز، اعمل لهم موز بالفراوله. جبت بقى الاناناسه دي، كانت عندي برضو من قبلها، غسلتها وهقطعها بالشكل ده. بحب اقطع لو في اناناس او شمام، بيقولوا عليها شمام، هو مش عارفه يعني. الشمام والاناناس كتير قوي في الصيف حاليا، استغلوا يعني وجود فالاناناس والشمام موجودين كتير قوي في السوق الفتره دي. فاستغلوا فرصة وجودهم. الفواكه الصيفية دي مفيدة جدا، وبيبقى فيها مية كتير، فبتبقى حلوة قوي، يعني هي بتبقى مفيدة ومغذية برضو في نفس الوقت. بحب اقطع الاناناس او الشمام ده او البطيخ، بغسلهم الاول وبقطعهم. يبقى جاهز كده في علبة في التلاجة على الاكل على طول، عشان الاولاد ما يبهدلوش الدنيا. فالطريقة دي ان انتي تقطعي الحاجة وتبقى سهلة للاكل، بيبقى اسهل بكتير، وبتوفر عليكي كمان من وقتك، وكمان الاولاد ما يبهدلوش الدنيا. فهي بتبقى فكرة حلوة ان انتي تقطعي الفاكهة لا تسيبها في التلاجة. فريزر ايه بس، انا اتلخبطت. سيبها في التلاجة عادي خالص. النوع الشمام ده بيبقى مسكر قوي بصراحة، يعني طلع مسكر وحلو. كمان تلاقي الاناناس موجود كتير الفترة دي. احنا كلنا بنتلخبط ما بين الشمام والاناناس. الاناناس الاصلي اللي هو بيبقى له عينش اخضر، ومن بره كده اللي هو زي ما يكون فيه شوك. بس التاني اللي هو لونه اخضر زي الاناناس ده مش عارفه اسمه ايه يعني الحقيقي. وده شمام اللي بيبقى لونه برتقاني، ده شمام. في نوع من الشمام ده بيبقى طويل مطاول كده، فبيبقى انواع، يعني فاكهة الصيف بتكون كتير سبحان الله، بيبقى لها اشكال واسامي كتير جدا. فاستغلوا الفواكه اللي بتبقى برضو نسبة الاملاح فيها قليلة، يعني ما تكتروش فيها برضو. بس الاناناس بيبقى حلو وخفيف هو والبطيخ. كده قطعتهم بقى ودخلهم التلاجة. كنت طلعت اللحمة. بصوا اللحمة دي يعني اقل من كيلو، يعني ممكن كانت تبقى نص كيلو وحاجة بسيطة. انا قطعت القطعة حتتين، يعني انا قطعت قطعة اللحم قطعتها قطعتين، علشان انا هعمل بيها يعني هطبخ بيها، وكمان عشان تكون تاخد سوا بسيط، يعني تبقى مستوية قوي. قطعتها قطع صغيرة عشان تستوي قوي، فممكن نص كيلو يعمل معاكي كمية. هشوحه كده في سمنة، وبعد كده انزل بالجزر والبصل وورق لورا وحبهان. وجبت بقى طلعت كيس البامية. البامية من الاكلات الجميلة طبعا، اللي بتبقى فريش بتبقى احلى من المتفرزة بكتير. يعني الحاجات اللي بتبقى متفرزة طبعا مش بتبقى يعني زي ما تكون فريش خالص، ده حاجة اكيد. يعني شوحت اللحمة بقى وهنزل عليها بمية سخنة، هضيف لها رشة من السكر والملح في الاخر خالص. هاخد البامية كده فضي الكيس وهغسلها. بعد ما غسلت البامية جبت حلة على النار، هقطع فيها بصلاية وفص توم هبشره مع البصلاية. مش بخلي البصلاية تاخد لون، يعني بسيبها نية في نية شوية. طبعا بقى بتكوني مجهزة الصلصة بتاعتك. هنزل على البصل بالصلصة، وجبت قرن شطة كده بيدي طعم حلو قوي للبامية. ممكن تقطعيه، بس انا ما قطعتوش، يعني قلت ايه لا يكون حامي، والولاد يعني ايه، يعني الحاجات الحامية بتبقى بتضايق الاطفال وكده. البامية اهي غسلتها
جبت البامية كده ونزلت بيها على الصلصة وهي متلجة. ده بقى القرنبيط اللي احنا كنا مخللينه مع بعض، وكمان مخلل الكرنب اللي هو عرق الكرنب. طعمه حلو جدا. تابعوا راجعوا الفيديوهات وهتلاقوا المخلل بتاع القرنبيط والكرنب حلو قوي بجد، جربوه. بعد خلصت بقى البامية واللحمة كانت دخلت في السوا، حطيتها على البامية يعني تاخد وتدي كده مع بعضها، وبيبقى طعمها حلو قوي. البامية بتاخد من ريحة اللحمة وطعمها بتبقى حلو. وحطيت عليها كزبرة، تحطي عليها كزبرة وكمون وفلفل اسود وتظبطي الملح بتاعها. هصفي بقى الشوربة على الرز ياخد غلوة، وبعد كده انا بحب اسوي الرز على نار هادية، واللحمة برضو بحب اسويها على نار هادية. الرز لو احتاج منك شوربة بتضيفي له عادي. في الاخر كده بقى بتقلبيه كده بمعلقة زبدة في الاخر خالص. والرز كان استوى. الرز بالشعرية من اجمل، يعني من اجمل وصفات الرز اللي اتعملت في الدنيا كلها، بيبقى حلو قوي خصوصا لو الشعرية كتير فيه. هقدم بقى الاكل كده بشكل يعني يفتح نفس الاطفال. انا بحب اعمل لهم كل طبق لوحده من وقت للتاني، مش على طول، بس انا من وقت للتاني بحب اعمل لهم كده عشان ايه؟ يتشجعوا. وده المخلل اللي احنا عملناه، والبامية باللحمة اهي. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واستنوني في فيديو جديد، وتعالوا كملوا معايا الفيديو. تعالوا بقى معايا كده نعمل فنجان قهوة وندخل نقعد في البلكونة شوية كده. لقيت الجو كان لسه مشمس، فقلنا نعمل فنجان قهوة وندخل البلكونة. شايفين؟ ده بسكوت الشوفان. لو عندك في البلكونة بيدخلها شمس فاستغلي الفرصة دي، لان الشمس حلوة جدا جدا للجسم زي ما احنا عارفين. الشمس اللي هي بتكون الصبح قبل الظهر مش بعد الظهر، لان اللي بعد الظهر دي بتجيب صداع بصراحة، متعبة. والشمس اللي هي بتكون اخر النهار بتاع الساعة 4 5 كده بيكون شمس صحية.